السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. استكمالا لفيديو البايثون اللي احنا نزلناه اللي كان فيه طبعا البي دي اف والجداول والكلام ده كله، هنشرح النهارده نوعين مختلفين وكده يعتبر غطينا الموضوع بشكل كامل. بنبدأ مع بايث لينوفو، شكله مختلف شوية، وبنبدأ ان احنا نشرح على طول عشان ما نطولش الفيديو. بس اتأكد انك عامل لايك ومشترك في القناة وسايب تعليق يفيد غيرك، ويا ريت تنزيل الفيديوهات من على اليوتيوب ما يكونش ده الحل الامثل ان انت تعيد الفيديو اكتر من مرة، لانه زي ما وضحت بيضر القناة. ما علينا. في اول قائمه عندي هي الستارت منيو في قائمه ماين او القائمه الرئيسيه. دي بيكون فيها السيستم سامري. السيستم سامري ده بيعرض مواصفات الجهاز الاساسيه زي البروسيسور والرامات والهارد وسرعه المراوح، على ما اعتقد بتكون موجوده في السيستم سامري. احنا عندنا هنا ظاهر لي السي بي يو تايب، ده السيستم سامري طبعا. السيستم سبيد، عفوا السي بي يو سبيد، تمام. سرعه المعالج، السي بي يو كور كاونت، عدد الكورز في السي بي يو، الانستولد رام، عندي كام رام، الميموري باس او طبعا التردد بتاع الرامات، الاكتف فيديو، وعندي الاون بورد اوديو، تمام، معمول له انيبلد. وهنا كارت الصوت معمول له انيبلد، والنت معمول له انيبلد برضو. وهنا عندي السي بي يو فان، تمام، اوبريتنج، وعندي السيستم فان نوت اوبريتنج، وهكذا، تمام. وعندي برضو اللي هنا بيظهر لي الهاردات اللي معايا ساتا 1 ساتا 2 ساتا 3، بتظهر الهاردات في السيستم سامري. ده بالنسبه للبايث لينوفو. طيب السيستم تايم اند داتا طبعا بيكون الوقت والتاريخ، مش محتاج شرح. عندي بعد كده الديفايسز، هندور على الصوره اللي بتشرح الديفايسز، تمام. دي الصوره اللي بتشرح عندي الديفايسز. عندي اول حاجه السيريال بورت، سيريال بورت سيت اب. ده بيكون يعني نادر في الاستخدام فمش هنشرحه. اللي يهمنا هو اليو اس بي سيت اب. اليو اس بي سيت اب هو اعدادات المنافذ، انك ممكن تلغيها او ممكن تفعلها، تمام. مش عارف هل في صوره ليها من جوه هنا ولا لا، على ما اعتقد ملهاش، تمام. طيب احنا بندور، لا هي في الاغلب ملهاش، تمام، ولكن احنا بنشرحها برضو كده على اساس تكونوا فاهمينها، تمام. فاليو اس بي سيت اب هو انت ممكن تقفل من خلاله المنافذ او تفتح المنافذ، هو مش محتاج شرح. يعني بالنسبه للاتا درايف، دي اعدادات الهارد ديسك، تمام. بتختار انت اذا كان اي اتش سي اي او اي دي اي، تمام. برضو مش هنستخدمها كتير. الفيديو سيت اب، تمام. الفيديو سيت اب بيكون بتحدد كارت الشاشه الاساسي اذا كان فيه اكتر من واحد، تمام. طيب بالنسبه للاوديو سيت اب برضه بتفعل او بتعمل ايقاف كارت الصوت الداخلي، تمام. بتفعله او بتعمل له ايقاف. النتورك سيت اب تفعيل كارت الشبكه او اعدادات الشبكه، تمام. والبي سي اي طبعا، البي سي اي زي كارت الشاشه الخارجي اللي بيكون راكب، يعني هي ليها علاقه بمنافذ البي سي اي اكسبريس، تمام. اتكلمنا فيها في البايث اللي هو بتاع الاتش بي، كان في الفيديو الاول البايث الثاني، تمام. تمام، نبدا نتكلم عن نافذه اسمها ادفانسد، تمام. عندي هنا ده بتاع منافذ اليو اس بي، تمام. ده بتاع منافذ اليو اس بي اللي كنا بندور عليه من شويه. انا ممكن هنا في الفرونت يو اس بي بورتس ممكن اعملها على طول ديسيبلد، او ان انا ممكن احدد هنا ما كله معمول له انيبلد ممكن انا اعمل له ديسيبلد، تمام. واليو اس بي ليجاسي سبورت ممكن اخليه مدعوم او مش مدعوم، تمام. تمام. فده بالنسبه لليو اس بي سيت اب، تمام. دي بس اللي احنا محتاجينها من النافذه دي. ممكن نشرح سكيورتي على طول. طيب نشرح الصوره اللي تطلعنا على طول. سكيورتي عندي اختيارين، تمام. الاختيارين اللي في سكيورتي المفروض بيكون عندي فوق هنا، انا عايز صورة اوضح ليها، تمام، على اساس ان احنا نتكلم. تمام، هي الصورة دي عندي هنا، تمام. في الادمنستريتور باسورد هو طبعا لحماية اعدادات البايوس. الباور اون طبعا ده بيكون لحماية تشغيل الجهاز بكلمة سر وقبل ما النظام يفتح حتى، تمام. تمام، ده اللي احنا عايزينه في النافذة دي. عندي الهارد ديسك باسورد برضو بيكون كلمة سر تأمين الهارد. السكيور بوت الحماية من تحميل أنظمة غير موثوقة، والكلام ده شرحناه في الفيديو الأول. أداة تتبع الجهاز، لو طبعا الجهاز ضاع، وغالبا بتكون للأجهزة التجارية، تمام. وبيكون عندي طبعا ال تي اس جي اللي بتكون هي انا مش عايز اتعمق في الشرح عموما في حاجات مش هتستفادوا منها كتير في فيديو النهارده. دي بتكون اعدادات متقدمه لتشفير التي بي ام، تمام. السيستم ايفنت لوج، دي سجل الاحداث الامنيه في البايث، تمام. عشان بس تكون برضو الدنيا واضحه بالنسبه لكم. اعتقد دي كانت في الصوره اللي فاتت من سكيورتي، تمام. تمام، فين النافذه بتاعت سكيورتي؟ لا دي نافذه سيت اب، احنا عايزين نافذه سكيورتي التانية، تمام. هو عشان البايث ده بس مش عندي، فاحنا بنشرح من الصور، بنحاول ان احنا نظبط الدنيا في الصور وخلاص، تمام. تمام، دي طبعا اللي احنا كنا بنتكلم فيها من شويه، تمام. دي اخر واحده وقفنا عليها اللي هي سيستم ايفنت لوج.
اللي هي بتعرض لك طبعا زي ما قلنا كده سجل الاحداث الامنيه في البايوس. تمام. طيب هنبدا نشرح اول صوره تطلع لنا بعد دي. تمام. الديفايسز اتكلمنا عليها، سيكيورتي. تمام. هنا عندي الاعدادات او اللينوفو، خلينا في دي. تمام، خلينا في دي اللينوفو ديانوستيك. تمام. دي طبعا فحص الرامات، فحص الهارد، فحص المعالج، معلومات حاله الهارد. تمام. بيظهرها لك هنا لو دوست عليها هنا. تمام. سيستم انفورميشن، وهنا باد بلوك ريكفري. تمام. دي تكون اغلبها في الاكسترنال. وعندي هنا برضو السمارت انفورميشن، معلومات حاله الهارد. تمام. او هي مش بتتنطق سمارت، هي الاس ام اي ار تي، دي اختصار لحاجه تاني. تمام. وهنا ممكن تعمل ران اول. تمام. من ار، او ان انت بتدوس على تحت هنا بيعمل لك زي فحص لكل المكونات دي او لكل الادوات دي. تمام. هنشوف الصوره اللي بعديها بتتكلم عن ايه. سيكيورتي اتكلمنا عليها، وديفايسز اتكلمنا عليها. تمام. يبقى احنا هنفضل نرجع لورا كده. تمام. ديفايسز. تمام. هنا وهو بيعمل لك طبعا سكان للميموري. تمام. بيعمل لك سكان للميموري. طيب عندي ايه تاني؟ عندي يعني انا لو عندي مشكله في الرامات، او عايز اعرف ان في مشكله في الرامات ولا في الهارد، بروح طبعا على اللينوفو ديانوستيك. تمام. عندي بعد كده هنا ممكن اعمل اكزيت. تمام. خلينا نشرح دي على طول. السيف اند اكزيت طبعا هي بتحفظ وتطلع، هنا بتلغي وتطلع، هنا بتلود اوبتمايز ديفولتس، ودي اتكلمنا عليها طبعا في الفيديوهات اللي فاتت. تمام. اللي هي طبعا اعادة الاعدادات الافتراضية. تمام. restore او load default values for all setup options. تمام. تمام. هنبدأ نتكلم برضو على الصورة اللي بعد كده. تمام. او الجزء اللي بعد كده من البايوس، السيستم سامري اتكلمنا عليه. تمام. يبقى احنا كده شرحنا اول قائمة الديفايسز، ادفانسد، باور مش عايزينها، سيت اب. تمام. وكده اعتقد لا سيت اب لسه ما شرحناهاش. تمام. او عفوا ستارت اب لسه ما شرحناهاش. تمام. فاحنا عايزين الستارت اب بالظبط كده. عندي البرايمري بوت سيكونس، هي طبعا بحدد هنا الكورس اللي يفتح منه الاول، او الوسيط اللي يعمل اقلاع منه. تمام. هنا عندي طبعا اللي تحت دول اتشرحوا في البي دي اف وفي الفيديو اللي فات. والاوتوماتيك بوت سيكونس طبعا بيقول لك this sequence is used when communication device wakes and system up. يعني احنا بنحدد هنا وسيط يعمل اقلاع منه. تمام. بشكل اوتوماتيك. فاهمني؟ يعني لو مثلا انا لغيت الوسيط اللي انا، او حصلت مشكله في الوسيط، او الوسيط ده ما بقاش موجود، تمام، هيفتح من ده اوتوماتيك على طول. تمام. فاحنا كده خلصنا البايوس ده بتاع لينوفو، شرح سريع جدا ليه، وهو تمام احنا يعني ما خدناهوش بكل تفاصيله، ولكن ده المهم اللي علينا ان احنا نعرفه في البايوس ده. هنبدا في البايوس التاني على طول، وبعتذر على الصوت شويه لانه كان متصور في معمل. بص هنا عندنا الست منافذ متوسطه. تمام. يعني معنى كده لو فتحت الكيسه اللي تحت دي، معنى من كلمه كيسه، وشفت منافذ السات اللي عندي على المذر بورد، هيكونوا 6 منافذ. تمام. خدنا حاجه تاني هنا السيستم تايم والسيستم داتا. طبعا دي مش محتاجه. اهم حاجه عندي هي السيستم انفورميشن. بالظبط كده. بدوس عليها انتر، وهنا ناخد بالنا برضو من الحته اللي مكتوبه هنا دي، ده التحكم بتاعي، لان ده بيختلف من تتحرك ازاي وتحفظ ازاي وكده. تمام. بدخل على السيستم انفورميشن، بيكون عندي هنا الفيرجن. تمام. اللي هو مكتوب فوق برضو هنا، وهنا عندي البيلد داتا. تمام. عندي البروسيسور تايب اي ام دي اف اكس. تمام. بيكون لو انت طبعا بيكون الكورس مكتوبه هنا كل كور اي كذا ومش عارف ايه، وهنا مكتوب السبيد. في احيانا بايوس تاني ممكن تدخل عليه يقول لك مور انفورميشن، مثلا زي اللي اتشرح في الفيديو اللي فات، اللي هو الفيديو ال 40 دقيقه اللي كنا زرعنا. هنا السيستم ميموري الانستولد 4، عندي 4 جيجا. اليوزابل هو اللي شغال من ال 4 جيجا المتثبته عندي. تمام. ممكن يكون عندي 4 وشغال منها 4 عادي. طيب عندي الادفانسد، خدنا ايه في الادفانسد؟ 3 تابلوهات. حد يفكرني. سي بي يو كونفيجريشن. هنا بيظهر لك بقى معلومات اكتر عن السي بي يو، مستويات الكاش والذاكره بتاعت الكاش بتاعك كام، وهنا بيديك طبعا السبيد برضو بتكون مكتوبه. وانا ما اعتقد ما خدناش اي حاجه ثانيه زياده، صح كده؟ تمام. هنا عندي ده الشيبس ما خدناهاش. اون بورد خدناها، دي اللي بيكون فيها طبعا ان انا ممكن اقفل منها المنافذ، ممكن اقفل
اسمه كارت الصوت. كارت الصوت. تمام. دي سؤال اصلا، دي سؤال لما يجي يقول لك ان ده انت سؤال. عندك كارت صوت مدمج تالف، كارت صوت مدمج تالف، او تمام. ان انت اتحرق او ان كان ان هو مش شغال يعني. تمام. ايوه. هتحل المشكله دي ازاي؟ اول حاجه عشان توصل كارت اضافي لازم تعمل ديسيبل disable. اللي هو المدمج الاساسي ده. تمام. تعمل له ديسيبل، بندخل على ترجع توصل الثاني وتعرف اللي هو الجديد. بالظبط، بندخل على البايوس من ديليت، بعد كده ادفانسد، بعد كده الاوديو كنترولر، بنبدا ان احنا نعمل له ديسيبل. تمام. عندي هنا اليو اس بي. تمام. USB 3. يو اس بي 3. تمام. في يو اس بي قدام. لا، هو احنا ده يو اس بي 3. في تاني. تمام كويس. هنا طب مش محدد لي البورتات بتاعت اليو اس بي، فانا لو هنا عملت ديسيبل ده هيديسيبل كله، هيديسيبل USB 3 اللي على الجهاز. تمام. كل سريع على الجهاز. دقيق جدا يا استاذ عمرو والله. المهم عندنا ايه تاني؟ يو اس بي كونفجريشن، دي الحاجه اللي فيها اليو اس بي كله. تمام. دي بالنسبه لليو اس بي 2. طب هنفرق بينهم ازاي؟ الالوان. تمام. ال2 اللي هو اللون الاسود، ال3 اللي هو اللون الازرق. تمام. فهنشوف عندنا لو ينفع نطلع الجهاز ده هنلاقي ان في الوان، في يو اس بي باللون ده ويو اس بي باللون ده. فاحنا ممكن طبعا ايه نعمل له ديسيبل. تمام. او نخليه نيبل زي ما هو. هنرجع تاني. عندي هنا في الباور، خدنا حاجه في الباور؟ لا. طيب عندي البوت هنا، دي الاولويه اللي بيبوت منها الديفايس. تسلسل الاقلاع. تسلسل الاقلاع، او لا تحديدا طالما انت دقيق هي الاولويه للاقلاع. الاولويه هنا اللي عندي الاقلاع ايه؟ الريموفابل ديفايس، اللي هو زي الوسائط اللي انا بركبها، اذا كان مثلا هارد اكسترنال او اذا كانت فلاشه. فانا ببدا ان اللي انا اوصله هنا بيكون ريموفابل، او ان انا اقدر اشيله واركبه عادي اذا كان هارد او فلاشه زي ما قلنا. ده نخليه ان هو يبوت منه في الاول، يعني انا على طول ما اوصل فلاشه تمام يبوت منها على طول بشكل تلقائي قبل ما ادخل على البوت منيو حتى. لان انا لو ما فعلتش دي ممكن اعمل ايه؟ ممكن ادخل على البوت منيو واحدد الفلاشه. البوت منيو الفرق بينه وبين البوت اوردر ان البوت منيو او البوت منيو بيطلع مره واحده، لكن البوت اوردر هو بثبت ده للاقلاع. تمام. فانا ممكن برضه اعملها من هنا. تمام. فالاثنين قريبين من بعض. خدنا حاجه ثانيه تحت؟ لا. التولز ما خدناهاش. وصلنا للاخر. هنا عندي اطلع بس احفظ الاعدادات، اطلع من غير ما احفظ الاعدادات، ما احفظش الاعدادات واخليني زي ما انا. هلوت طبعا اعدادات افتراضيه. كان في خيارات كتيره، اعتقد انا شرحتها كل الخيارات اللي ممكن تيجي في اي بايوس في الفيديو اللي نزل، لان شرحت على 2 بايوس اتش بي، واحد ليجاسي بيدعم اليو اف اي، واحد يو اف اي. بس كده خلصنا البايوس. بالنسبه الخيار الاخير هو اللي بيجي فيه اسئله برضه، اللي هو بيقول لك ان في مستخدم عمل اعدادات كتير على الجهاز على البايوس، فده ادى المشكله. فايه الحل؟ ان انت هتروح تدخل على البايوس ومن اكزيت تعمل تحميل للاعدادات الافتراضيه بتاعه البايوس. تمام. بس كده. بس كده خلصنا.